بسم الله الرحمن الرحيم لكل المتابعين عبر صفحة إعلامي الغلابة عمرو الصاوي الدشناوي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. يسعدني اليوم أن أتواجد هنا في داخل العاصمة التاريخية محافظة الأقصر، وحينما تكون هناك عيد، فالأقصر في عيدين اليوم: تواجد القيمة والقامة الرياضية والصحفية والإعلامية الكبيرة السيد الأستاذ أيمن بدرة. بنبارك له أولا على الأمين العام للاتحاد العربي للثقافة الرياضية في دورتها الثالثة التي أقيمت هنا في الانتخابات داخل محافظة الأقصر ومن داخل إحدى الفنادق. بنلتقي مع القيمة والقامة الكبيرة الأستاذ أيمن بدرة. بنقول لحضرتك في بداية الحديث أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أيمن. اهلا بيك يا استاذ عمرو وبمتابعينك الكرام. انا اللي سعيد ان انا اكون بينكم في عاصمة التاريخ، في مهد الحضارة، في جذور الإنسانية والحضارة الإنسانية في مدينة الأقصر ومحافظة الأقصر بأهلها الطيبين بناسها الكرام. وإن شاء الله بإذن الله تعالى تستمر وتزدهر وتبقى الأقصر منارة للإنسانية وللحضارة على مدى التاريخ إن شاء الله. أستاذ أيمن، امبارح بداخل المدينة الشبابية بالأقصر أجريت الانتخابات للاتحاد العربي للثقافة الرياضية. بنبارك لحضرتك أولا على حصولك للعام للدورة الثالثة على التوالي بمنصب الأمين العام، وأيضا تواجد القيمة والقامة على رأس الهرم لهذا الكيان الأستاذ أشرف محمود كرئيسا للاتحاد. احكي لنا كيف دارت هذه الانتخابات داخل المدينة الشبابية الدولية بمحافظة الأقصر. هو الحقيقة الأقصر ليها مكانة خاصة في الثقافة الرياضية العربية. على أرضها من تقريبا 9 أعوام جاءت فكرة وتأسيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بحضور عدد من قامات الإعلام والرياضة والفنون. والحقيقة كان الاختيار الزميل الإعلامي العربي المصري طبعا الأستاذ أشرف محمود رئيسا للاتحاد، باعتباره صاحب الفكرة أصلا من مصر لما تأسست جمعية الثقافة الرياضية المصرية في عام 2004، ثم أصبحت اتحاد مصري في 2011، وفي 2014 تأسست أو انطلقت فكرة تأسيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، واجتمع يعني عدد من النخب العربية وتم تأسيس الاتحاد وانتخب أول مجلس إدارة اللي استمر دورتين بنفس تشكيله برئاسة طبعا الأخ أشرف محمود زي ما قلت لحضرتك. ثم كانت الانتخابات الجديدة اللي الحمد لله تمت بالتزكية في المدينة الشبابية بمدينة الطود، واجتمع الحقيقة مجلس الإدارة. المرشحون كانوا اجتمع المرشحون من الدول العربية الأعضاء. حصل بعض التغييرات ولكن توافقت إرادة الدول الأعضاء في الجمعية العمومية على المجلس الذي ضم أو تزكية الإعلامي المصري أشرف محمود رئيسا، الدكتور سليمان الجلعود من السعودية نائبا أول للرئيس، وهو دخل مكان الزميل العزيز الأستاذ فواز الشريف من السعودية أيضا كان نائبا أول. الزميل الإعلامي المغربي المحترم عبد اللطيف آية الأشقر المتوكل من المغرب نائبا عن القارة الإفريقية نائب ثاني، ثم الزميل الأردني حسن مسعود وهو رجل نشط ويعني كان معنا من الدورة الماضية واستمر وخد منصب النائب الثاني. ثم الدكتورة سبأ جرار عميد كلية علوم الرياضة في جنين من فلسطين الغالية نائبا، وهي وفقا للائحة يعني لابد أن يكون هناك امرأة، وهي يعني خبيرة وأستاذة وزي ما قلت لحضرتك عميدة لكلية التربية الرياضية من فلسطين الغالية، وانتخبت نائبا للرئيس. ثم الأعضاء السيد لطفي العبيد من تونس، محمد الهادي يونس من ليبيا، حسن شرارة الإعلامي اللبناني أيضا عضوا،
الأستاذ محمد إسماعيل من البحرين عضوا. والحقيقة هذا التشكيل يعني حصل التوافق عليه، والحمد لله رب العالمين. مجموعة متعاونة، مجموعة متناسقة. تم توجيه الشكر للأعضاء المحترمين الذين كانوا معنا يعني في الدورتين الماضيتين. زي ما قلت لحضرتك، الزميل السعودي فواز الشريف، والدكتور أحمد سعد الشريف من الإمارات، والإعلامي العماني المعروف سالم الحبسي، وهم خرجوا في هذه الدورة. ونسيت أقول لحضرتك أنه انضمت إلينا أيضا في هذه الدورة البطلة الأولمبية الكبيرة الشهيرة حسيبة أبو المرقة الجزائرية، هي عضو معانا. كان المفروض أن تحضر الاجتماعات، ولكن للأسف أصيبت بمرض نتيجة يعني وجودها في باريس، وكانت رئيسة لبعثة باعتبارها نائب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية. وهو ده التشكيل، والعبد لله الأمين العام الحمد لله الدورة الثالثة، والزميل المحاسب القانوني المصري المعروف سيف الله مصطفى حسين مراجعا للحسابات، وهو رجل يعمل معنا متطوعا ويراقب الحسابات للاتحاد. سيد أيمن، بعد هذا التشكيل الذي ضم كل القامات الإعلامية والرياضية من الدول العربية الشقيقة، لماذا تم اختيار محافظة الأقصر هذا العام وتجرى فيها الانتخابات؟ حتى يعلم الجميع لماذا محافظة الأقصر بالذات. زي ما قلت لحضرتك، الأقصر يعني أصبحت منارة للثقافة الرياضية، وهي صاحبة موروث كبير وصاحبة تاريخ كلنا بنفخر به ونسخر به. وكنا حريصين على أنه الشباب العربي الذي يجتمع يشاهد الأقصر وحضارتها وأثرها، عشان يعرف أنه الإنسان المصري أول من بنى، وأول من عالج، وأول من طبب، وأول من اخترع الكيمياء، وأيضا الرياضة. أسس الرياضة محفورة على جدران المعابد قبل 5000 عام. أول سباق للتجديف أقيم بين معبدي الكرنك والأقصر من أكثر من 4000 أو 5000 عام، وكتب عنه هيرودوت المؤرخ الشهير. فكمان إحنا في الاتحاد العربي، وبمبادرة من رئيس الاتحاد الأستاذ أشرف محمود، كان طرح فكرة أن تكون هناك عاصمة للثقافة الرياضية العربية. هذه الفكرة لاقت استحسان جامعة الدول العربية، وتقام تحت رعاية معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط. والنسخة الثالثة لهذه الجائزة فازت بها الأقصر. كانت الأولى للشارقة، يعني عاصمة الثقافة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، ثم كانت الثانية الجزائر، العاصمة الجزائرية الجزائر، لما قدمته من أحداث وفاعليات، واستضافت دورة الألعاب البحر المتوسط، ثم الدورة العربية. ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب اختارت الأقصر لتكون عاصمة الثقافة الرياضية العربية في النسخة الثالثة، ثم بغداد إن شاء الله في عام 2025. وكان إقامة الانتخابات في الأقصر على هامش اختيار الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية. وكان يعني معالي المحافظ السابق المستشار مصطفى ألهم تسلم علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية. وفي الاحتفالية التي أقيمت في المدينة الشبابية تسلم سفير العراق علم بغداد عاصمة الثقافة الرياضية من معالي المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، الذي يعني رعى هذا الحدث، وكان له يعني الحقيقة أيادي بيضاء في ترحيب بالوفود. احنا فكرة إقامة فعاليات الثقافة الرياضية العربية أن يجتمع شباب من الدول العربية في عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام المختار إليه،
ويقوموا بأنشطة ويقوموا بتواصل ويبقى بينهم وبين بعض علاقات ومزج ونشاط رياضي ونشاط ثقافي. والحقيقة في الأقصر الحقيقة كان في سعادة كبيرة من الوفود المشاركة من حوالي 17 دولة، كان في من سلطنة عمان، كان في من الكويت، كان في من يعني حتى مش دول أعضاء معانا في الجمعية العمومية، كان في طبعا معالي وزير الرياضة العراقي تواجد أيضا على هامش الحدث، والتقى ببعض الوفود، كان في من اليمن، كان في من عديد من الدول، طبعا بالاضافه للدول اللي انا قلت لحضرتك عليها. وفد فلسطين الحقيقه كان له حضور مميز، كلهم جم زاروا الاثار، التقوا مع بعض، عملوا فعاليات وانشطه ثقافيه ورياضيه، وحصل بينهم وبين بعض تواصل وتوافق وتلاقي ما بين هذا الشباب في المدينه الرياضيه الحقيقه اللي مفخره. والناس اللي كانت موجوده الحقيقه اشادت بهذه المدينه الشبابيه. طبعا كان في توجيهات من الدكتور اشرف صبحي انه يتم تقديم كل الدعم للشباب. الحقيقه الناس اللي كانت موجوده، مديريه الشباب والرياضه الحقيقه هنا برئاسه الاخ صلاح رشوان، المحافظه بكل امكانياتها، يعني الاخ محمود المطعني والرجاله كلهم الحقيقه خلوا يعني زي ما بيقولوا الجماعه الخليجيين رايتنا بيضه امام الوفود الحقيقه. زيارة الصوت والضوء، زيارة البر الغربي، الناس الحقيقة خرجت بكم كبير من المعلومات عن مصر وعن حضارتها، وتمنوا مرة أخرى أن يعني يكون هناك نشاط. فإحنا الحقيقة كل هذه الأحداث توافقت أيضا مع انطلاق شعلة البطولة رقم 57 للشركات اللي بينظمها الاتحاد المصري للشركات برئاسة الأخ محمد عثمان هارون في أول انتخاب له. والحقيقة دايما اتحاد الشركات بيختار المكان يطلق منه الشعلة كرمزية للحدث. البطولة 57 استمرت يعني بدون توقف الحمد لله، بتقام في بورسعيد يوم 31 إن شاء الله بإذن الله من هذا الشهر. فكانت الشعلة هنا، والحقيقة لأول مرة وعلى أرض الأقصر كانت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير صاحبة فضية دورة أولمبياد باريس وقبلها برونزية ريو دي جانيرو موجودة. محمد السيد كان موجود، بطلنا طبعا صاحب البرونزية في رياضة السلاح في دورة باريس. والحقيقة الاثنين يعني ساهموا في إشعال الشعلة. وأيضا كان موجود قبلهم بيوم البطل الأولمبي صاحب الذهبية أحمد أسامة الجندي. وأحمد أسامة الحقيقة جه وشارك مع الشباب في المدينة الشبابية، وكانوا مبسوطين جدا ان هو وسطيهم والتقطوا معه الصور التذكارية. كان حدث الحقيقة كبير جدا انه يكون موجود الأبطال الأولمبيين، وتنطلق شعلة بطولة الشركات اللي بيشارك فيها حوالي 20,000 رياضي ورياضية من مختلف الشركات من الأيدي العاملة المصرية. فالحمد لله يعني الأربع أيام اللي فاتوا دول كانوا حدث كبير جدا جدا. ويعني هذه هي الأقصر إحدى البقاع السحرية في العالم، تحتضن هذا الحدث أو هذه الأحداث المتتالية والشخصيات اللي كانت موجودة. كان في طبعا برضو اتحاد الاتحادات النوعية موجود، اجتمع على أرض الأقصر، ومجموعة كبيرة الحقيقة من قادة الرياضة. طبعا كان منهم الدكتور عماد البناني رئيس المجلس الأعلى للرياضة في السابق في حكومة الدكتور الجنزوري، وهو رئيس اتحاد الرياضة للجميع. موجودة الدكتورة إيمان حسن رئيس الاتحاد الرياضي أو نائب رئيس الاتحاد الرياضي للمدارس، الدكتور محمد صبحي حسنين الاتحاد الرياضي للجامعات، اللواء محسن مؤنس أبو عوف اتحاد الملاحة الرياضية، استاذ حمدي الخفيف رئيس الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومه، المستشار احمد خليفه رئيس الاتحاد الرياضي للحمام الزاجل. الحقيقه مش عايز انسى حد، بس يعني كل الناس كانت الحقيقه موجوده بزخم وبحرص وبحب على التلاقي. طبعا موجود معانا سفير الثقافه الرياضيه والفنان القدير الاستاذ سامح الصريتي كرمز من رموز الثقافه الرياضيه اللي بنعتز بيها. فالحقيقه الأقصر الحقيقة كانت يعني حاضنة لينا، وحرارة
حب اهلها طغت على على حراره الجو. فبنشكرك جدا على ان حضرتك ساهمت معانا في ابراز هذا الحدث.